السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ لو انتوا اول مرة تشوفونا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدونا لايك. في فيديو النهاردة بإذن الله هنعمل صينية لتقديم المكسرات على شكل هلال، وهي معمولة من قماش الخيامية. طبعا احنا بدأنا حاجة رمضان بدري عشان لسه الخامات سعرها رخيص. يعني متر الخيامية حاليا هتلاقوه ب15 أو 20 جنيه. في دخلة رمضان هتلاقوه عمل 50 جنيه. وده الفانوس اللي احنا عملناه الحلقة اللي فاتت، واللي هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف وكمان في التعليق المثبت، يعني أول تعليق في القناة في التعليقات تحت. يلا بينا نشوف احنا عملنا صينية التقديم دي ازاي ومن ايه. أولا احنا هنحتاج لأي كرتونة عندنا، وهنجيب سلطانية أو بولة، وهنبتدي ان احنا ناخد مقاسها عشان نعرف احنا هنعمل الهلال حجمه قد ايه. وعلشان نرسم الهلال فاحنا هنستعمل اي صينية او غطا حلة يكون حجمه كبير، وهنبتدي نرسم بيها الهلال بالطريقة اللي انتوا شايفينها في الفيديو دي. كده خلاص الهلال جهز معانا، هنقصه وهنعمل كمان هلال بنفس المقاس بتاعه، بس مش هنعمل فيه التلات دوريات اللي موجودين دول. هنا احنا اخدنا مقاس السلطانية عشان نعمل دوريات يكون حجمها اصغر شوية من حجم فتحة السلطانية من فوق. هنفرغ الدورية الصغيرة وهنعمل كده كمان في الدوريتين التانيين الباقيين. هنجيب شرايح من الكرتون يكون عرضها 6 سنتي ونص، وهنبتدي ناخد مقاساتهم بالطريقة اللي هتشوفوها دي. هنستعمل طبعا للتغليف قماش الخيامية. دلوقتي المتر فيه ب20 جنيه، هيغلى بعد كده وهيوصل ل50. هنبتدي نغلف كل القطع اللي معانا بقماش الخيامية بالطريقة اللي انتوا هتشوفوها دي.
الهلال ده احنا هنغلفه من ناحيتين عشان يكون شغلنا مرتب، وان لما حد يرفع السلطانية ما يعرفش احنا عملنا الصينية دي من ايه اساسا، لان لو ما غطيناهاش وحد رفع الصينية هيبان الكرتون، فهيتعرف انها معمولة من الكرتون. طبعا هي تنفع انها تكون مشروع، الحاجات دي بتبقى مطلوبة جدا في رمضان. السنة اللي فاتت انا كنت عاملة عربية فول وعاملة عياشة وعاملة حاجات ياما قوي، ان شاء الله هوريكم طريقتها في الفيديوهات الجاية. احنا هنا هنبتدي بقى ان احنا ناخد مقاس السلطانية، ناخد قطع من الكرتون ونغلفها بالقماش عشان برضو اما السلطانية تتشال ما يبانش اي حاجة انها كرتون او ورق او يبقى كله باين ان هو قماش، يبقى فيه فضول ان هم يعرفوا هي معمولة من ايه. هنبتدي بقى ان احنا نركب القطع المدورة بتاعتنا اللي هتبقى مدارية الفتحات دي. طبعا زي ما انتوا واخدين بالكم ان انا خليت القماش هو اللي متني لجوه، والناحية اللي ما فيهاش قماش مغطيها هي الناحية اللي لبره. قطع الكرتون اللي احنا مش مغلفينها دي القطع اللي احنا قصيناها في الاول، اللي برضو كان ارتفاعها 6 سنتي ونص. طبعا اي قطعة احنا استعملناها داخل الصينية هي ارتفاعها كان 6 ونص، او عرضها يعني 6 سنتي ونص. حطينا القطعة دي عشان تكون زي دعامة للصينية انها تكون متماسكة. هنبتدي بعد كده ان احنا نحط السيليكون ونحط الجزء التاني من الهلال بتاعنا عشان نقفل الشكل. هنقيس ارتفاع الصينية بتاعتنا عشان نشوف احنا هنعمل الغلاف بتاعها مقاسه قد ايه. بس هنا انا استعملت ورق اللي هو اللوح، ورق اللوح، اي ورق خفيف عندنا عشان نقدر نتنيه بسهولة. هناخد عليه مقاس الارتفاع اللي هو انا مش فاكرة كان كام، بس هنشوف كده تقريبا كان حوالي 7 سنتي او 7 ونص. المهم احنا هناخد منها قطعتين بنفس المقاس، يعني لو هو 7 سنتي هيبقى 14 سنتي ونقسمهم بالنص. وبعد كده هنبتدي ان احنا نغلفهم بالقماش زي ما عملنا بالظبط مع القطع اللي فاتت. هنغلف الصينية او الهلال بتاعنا بالشريط اللي احنا عملناه، وانتوا دلوقتي هتعرفوا ليه احنا عملناه من الورق الخفيف. هنلف الشريط بتاعنا على الهلال كله بالطريقة دي، ولو ما كفاش الشريط هنعمل كمان شريط ونكمل لف عادي. زي ما انتوا شايفين كده ان الورق منه خفيف،
فعارفين نعمل بيه شكل الهلال بمنتهى السهولة. الشريط ده كان باقي عندي من رمضان اللي فات، فقلت هزين بيه، يعني مرضتش ان انا اشتري حاجة تانية مختلفة. بس ده كان هيليق معاه قوي، الشريط اللي هو بيبقى فيه زي كور كده كان هيبقى حلو قوي معاه. بس يعني قلت كفاية تكلفة لحد كده، لان الحاجة بقت سعرها غالي، لان الشريط التاني المتر فيه تقريبا ب4 جنيه. اما دوت فكانت اللفة دي وهي كتير جدا يعني، كانت كلها على بعضها ب60 جنيه. كنت عاملة منها مفرش للسفرة وللانتريه وللطقطقات ولا الطقطي مش عارفة اسمها، اللي هي بتبقى جنب كنبة الصالون. وكنت عاملة كمان لترابيزة التلفزيون منها مفارش، وعاملة عربيات فول، وعاملة خدديات. كنت عاملة حاجات ياما بيها، واتبقى دول كمان. فهي بالنسبة لي كانت أوفر وأحسن. هبتدي أغلف بيها ال- الشكل بتاعي كله، الهلال كله من فوق ومن تحت. وعارفين كمان لو في جنيهات الذهب دي، حاجة يكون فيها جنيهات ذهب، كانت هيبقى شكلها حلو جدا. يعني الحاجة دي لو اتضاف لها شغل نحاسيات بتبقى شكلها أقيم وأحسن بكتير كمان. كده احنا خلاص اهوت خلصناها. هنبتدي بقى ان احنا نحط فيها السلطانيات بتاعتنا. احنا بنقول على البولة سلطانية، فعشان تبقوا عارفين يعني. هنحطهم، نحط فيهم مكسرات، نحط فيهم حلويات، اي حاجة احنا حابين نعملها. هيكون شكلهم جميل جدا ومميز. وده شكلها. وزي ما انتم شايفين هي جامدة وماسكة نفسها جدا، يعني مش انها ممكن توقع اللي فيها. وتحتيها لو رفعنا هتلاقوا ان تحتيها نضيف، مش باين ان تحتيها كرتون او اي حاجة، لا هي كلها متغلفة. طبعا هيبقى شكلها حلو قوي لو حطيناها على السفرة او على ترابيزة الانتريه، هتدي منظر جميل ومختلف. وطبعا هنحط جنبها شوية ديكورات تانية. وده الفانوس اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت، هسيب لكم طريقته في صندوق الوصف، وكمان في اول تعليق في القناة. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم.